السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم دعاء احمد سعيد من مدرسة البدايات الاعدادية بنات، فصل تانية تاني. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اعادة تدوير للكرتون. هنعملها ديكور، يبقى ديكور نحطه مثلا برا في الصالون او نحطه في اي مكان، هيبقى شكله جميل. وهنعمل اعادة تدوير لكل حاجة عندنا في البيت علشان خاطر طبعا ان الكرة الارضية بتعاني من مشكلات، من حرق مثلا الكرتون، من حرق الورق. فاحنا عايزين نستغل الحاجات دي ونعيد تدويرها بشكل افضل. هيبقى معانا كده 30 في 37. ده اول مقاس هنقصه من الكرتون، هقصه وارجع له. كده قطعنا اول حاجة 37 في 30. تاني جزء هنقطعه معانا هيبقى 17 في 19 سنتي، هقطع منه ادي 1 2 3، هيبقى 4 اجزاء. هقطع منه 4 اجزاء وارجع لكم تاني. قطعتها كده، هبتدي ان انا اقسمها ل3 اجزاء كمان، من هنا ومن هنا من هنا، يعني هيبقى 3 اجزاء. 1 2. قطعت بقى كده ال4 اجزاء دي بتاعه البيت. هبتدي بقى كده ان انا اثبت الاجزاء اللي انا عملتها كده. هثبتها كده برضو من هنا كده جامد. هبتدي برضو بتلزيق الجانب التاني، لزقته كده بالشكل ده. الجزء ده انا لسه ما لزقتهوش، فهاخده كده وهقصه منه هنا كده على شكل البوابة كده، بالشكل ده كده. بعد ما قصيت الجزء ده بالشكل ده كده، هبتدي ان انا الزق. هحط. بصوا، انا مش متوفر عندي ان هو مثلا قص ولزق ابيض او فوم ابيض، فهحط عادي، هحط من ورق الرسم. هو هوريكم دلوقتي برضو وانا بحطه. معايا الورق كده ده كنت بقطعه وبجهزه، علشان بروح جايه عامله رسومات زي دي على الحيطه كده، واروح جايه معلقاها. انا بصور من بيتي اصلا. هلزقها بقى كده على الاطراف وارجع لكم تاني. هبتدي ان انا الزق كده. انا اسفه لو التصوير طلع فيه حاجه، لاني بصور لوحدي، لان الستاند بتاعي مكسور كده. وهحط هنا كده. اهم حاجه في اي شغل احنا بنعمله، في اي استغلال، في اي حاجه احنا بنعملها، اهم حاجه مسدس الشمع يبقى متسخن جامد جدا. وهلزق برضو من هنا كده ومن هنا كده وهرجع له. عملتها كده، هبتدي بقى ان انا هلزقها هنا جنب الجزء ده. بدأت بتحديد برضو كده الحاجات دي وهقصها، يعني باب كمان وشباك، وهقصهم وارجع لكم. عملتها كده بالشكل ده. هبتدي ان انا الزقها هنا وارجع لكم يعتبر الخطوة اللي قبل الاخيرة تقريبا. وهبتدي برضو ان انا اقص قطعة تبقى اكبر من الحتة دي بسنة، واكبر من الحتة دي بسنة، ومساوية الحتة دي ومساوية الحتة دي. هقصها بقى وارجع. قصيتها كده، هبتدي ان انا الزقها وارجع لكم تاني. ثبته بقى بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اقص 2 من نفس الشكل ده. قصيت كده 2 من الشكل ده. وهبتدي ان انا اجيب القلم كده برضو، وهعمل برضو باب هنا كده، وجنبه شباك برضو صغنون، وهقصهم واعملهم بنفس طريقة الورقة اللي انا عملتها معاكم في الاول. تمام. وهلزقهم هنا كده وارجع لكم، انتوا هتشوفوا الشكل برضو. وهعمل برضو جزئين زي ده. قصيت جزئين كده زي ما قلت لكم، الجزء ده والجزء ده، ولزقتهم. وهبتدي برضو ان انا الزق جزء من هنا كده وجزء من هنا. هعملها وارجع لكم عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو. جبت حته عشوائي كده، اروح جايه تانياها وحطها هنا كده ملزقاها. هرجع لكم بقى بالشكل النهائي واقول لكم اخر خطوه هنعمل فيها ايه. بجد ايه رايكم؟ فاضل بس اخر خطوه، ودي ان احنا هنحط هنا كده على الحراف زي السور كده، ومن هنا برضو وكده. فانا هقول لكم. قصيت كده الجزء ده، هقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. هنجيبه كده. اسفه على البهدله دي، بس انا بهدلت الحته، ولما اخلص بقى هبقى اظبط كل حاجه.
وهبتدي ان انا اقص كده بقى بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا الزقه هنا زي نظام سور كده حوالين البيت، من هنا كده هعمله وارجع لكم. بقى بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا الزقه هنا زي نظام سور كده حوالين البيت، من هنا كده هعمله وارجع لكم. ايه رايكم بقى في الشكل النهائي ده؟ ده الشكل النهائي، وفي لسه هظبط له كده شويه تظابيط وهوريكم خالص. اي حاجه هعملها هحطها لكم برضه. كده بقى الشكل النهائي بتاعنا. سو ايه رايكم في الجمال ده؟ فيلا اصلا مش بيت اهو. بصوا كده. كانت معكم دعاء احمد سعيد صالح، فصل تانية تاني، مدرسة الجديدة الاعدادية بنات. باي.